لو هنتكلم على عبد الحليم، فأنا كده مش بتكلم على عبد الحليم الفنان ولا عبد الحليم المطرب ولا عبد الحليم اللي صاحب شركة الفن للإنتاج والتوزيع. أنا بتكلم على عبد الحليم صاحبي، عبد الحليم اللي عشت معاه وعاش معايا أحلى أيام العمر. ما كنت متضايق ما كانش حد بيقف معايا، لا صاحب بيقف معايا ولا واحدة كنت ماشي معاها وقفت معايا ولا أهلي وقفوا معايا. كان اللي بيقف معايا الوحيد عبد الحليم حافظ. كان يقف معايا ويفضل يغني لي أنسى كل مشاكلي. عبد الحليم حافظ كان بيجي لي في شريط، كان بيجي لي في اسطوانة، كان بيجي لي في فلاشة، كنت بحمله على الكمبيوتر بتاعي. كان عندي كمبيوتر وبحمل أغاني MP3. عبد الحليم حافظ كان معايا طول الوقت. كان عبد الحليم ده هو الصاحب في السفر. راكب عربيتي ال 128 اللي كنت جايبها ب 8000 جنيه في عز الرخص، والراجل ضحك عليا في 2000 جنيه، والميكانيكا قام ضحك عليا عشان ياخد 500 جنيه. عبد الحليم حافظ جاي معايا من هنا لحد اسكندريه، شريط كاسيت شغال معايا، الوشين غنوه واحده فاتت جنبنا، فاتت جنبنا انا وهو. في الغنوه دي كان بيقصدني انا، كان راكب معايا العربيه ال 28 واتكتبت، وانا كنت ماشي، وكانت الايام برضو مخنوق كده شويه وقاعد كده ومولع سيجاره وماشي. فاتت جنبنا كان بيتكلم على عربيه البوكس، عربيه الشرطه، فاتت جنبنا انا وهو، وانا ما خدتش بالي. دماغ كانت سرقاني ولسه شباب واللهوجه والكلام ده. عبد الحليم حافظ لما اتجوزت اول واحد جالي، وما جاش لوحده، جه هو وام كلثوم ومحرم فؤاد وشاديه وسعاد، كله جولي في فلاشه 8 جيجا، والدي جي شغلهم كلهم، وفضلوا الفرح كله عبد الحليم يطلع يغني غنوه سواح، وانا ماشي في حالي سواح. لان لما انا اتجوزت قلت له انا هغيب عنك اسبوع عبد الحليم، فما تزعلش. انا كنت دايما كان كل الناس تقول له يا حليم يا عندليب، انا كنت بقول له عبد الحليم. ليه؟ انا وهو بقى اصحاب. عبد الحليم حافظ لما غنى غنوة أهواك، الناس كلها بقى فاكرة إن هو كان بيغنيها أساسا لماجدة وفي الفيلم. لا، الورقة اللي لقاها دي في الفيلم وقعد على البيانو وعزفها، الورقة دي أنا كنت مديها له. المكواجي لما كواله البدلة قام مطلع الورقة حطها على البيانو على أساس إن عبد الحليم المشهد بتاعه هيقعد على الكرسي قدام البيانو. قرا الورقة، ولما غنى الغنوة في الفيلم غناها لايف، لايف هو والبيانو. ما قراش في الاخر ان انا كاتب اسمي، بس عادي عديتها له وقال لي انا قلتها، وقعد معايا وقال لي معلش انا قلتها، بس المخرج اللي شالها في المونتاج وكلام الفنانين ده ما بياكلش معايا. انما لما نيجي نتكلم على عبد الحليم، الراجل ورجوله وصاحب صاحبه، وما كانش بيسيبني في اي مشكله. يعني في مره كنت انا محتاج فلوس ومش لاقي اكل، الوحيد اللي واقف معاه عبد الحليم. مش لاقي اكل وميت من الجوع، وكنت بتمنى 5 جنيه بس، عبد الحليم واقف معايا. هتقول له واقف معاك ازاي؟ نزلت بعت الشريط بتاعه بتاع فاتك جنبنا اللي انا قلت عليه، واشتراه مني الراجل المكواجي، اداني 5 جنيه، قمت رايح جايب بجنيه فول وبجنيه طعميه وبنص جنيه عيش، وجبت سجارتين فرد وجيت شربتهم، قمت مشغل شريط عبد الحليم حافظ تاني، موعود. الموعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي. هو كان يقصدني انا لان كان حاسس بيا ان انا معيش فلوس والدنيا. فانا من هنا وفي مكاني ده عايز اقول ان عبد الحليم عايش جوانا. عبد الحليم لحد 5 6 سنين و10 سنين واخد المطرب الاول على مستوى شمال القاهره وجنوب القاهره والوطن العربي كله، تعليم اساسي وثانوي وجامعه. مفيش حد حب إلا لما سمع عبد الحليم. عبد الحليم لما عرف ان انا هزعل منه وهو كان مزعلني، قال لي توبة توبة. ومن ساعتها قلت خلاص يا صاحبي ومفيش اي مشاكل، وعشنا مع بعض وقعدنا وكانت الدنيا جميلة قوي 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 قوي. وانا يعني بصراحة من ساعة ما عبد الحليم ما بالنسبة لي ما ماتش، عبد الحليم عايش. لان ممكن اي بني ادم يموت، مدرس يموت، اي انسان يموت، انما الفنان ما بيموتش.
الفنان لما بيموت اعماله هي اللي عايشه. فعبد الحليم عمل اعمال كتير قوي عايشه، بدليل ان الشباب لما بيحبوا يسمعوا اتنين، يا اما عبد الحليم يا اما يسمعوني انا. وانا عشان بطلت غنى فعبد الحليم هو اللي بيغني فيسمعوا عبد الحليم. ويا رب كده اكون اديت الرساله بتاعتي وقلت يعني ملحوظه صغيره على علاقتي انا وعبد الحليم. وما كناش بنسيب بعض، احنا ما سيبناش بعض بس غير مره واحده بس. مرة واحدة سيبنا بعض فيها لما طلع هو وميرفت أمين وغنوا فوق في السما وقعدوا يغنوا مع بعض وأنا كان في فيلم أبي فوق الشجر. كانت هي رحلة كانت طالعة للزقازيق وأنا كنت طالع شرم الشيخ، فما كانش في شجر هناك، هو خد الشجرة طبعا هناك. وأنا بصراحة يعني عايز أقول لكم عبد الحليم حافظ من أحسن المطربين اللي أنا سمعتهم، وبجد يعني الوحيد اللي لسه عايش. شكرا. محمود فتحي.